الموقف ده عمري ما هنساه. مبدئيا كده لازم تبقوا عارفين ان انا من الناس اللي اول ما بتصحى ببقى مش عارفه انا مين ولا فين ولا مين اللي صحاني اصلا. يعني لو حد سالني في اللحظه دي انت مين، هرد عليه ساعتها واقوله هات الشاي الاول وبعد كده نتفاهم. السنه اللي فاتت بقى كانت اول سنه ليا في الكليه، وكنت لسه في مرحله انا مش فاهمه حاجه بس بضحك وخلاص. صحيت بدري اليوم ده وكنت بكره نفسي وكمان المنبه اللي صحاني، ونزلت الشارع والجو كان مغيم بس مش من السحابه، كان من دماغي انا. شاورته للميكروباص وكان في شاب محترم فتح لي الباب بكل ذوق وقال لي اتفضلي. وهنا بقى اتدخل ذكائي اللي مفيش منه اتنين، بدل ما اقوله شكرا رحت قلت له زي الغبيه وحشتني. الواد واقف كده وفاضل باصص لي وهو مصدوم، والناس اللي في الميكروباص والسواق كانوا بيموتوا على روحهم من الضحك، وانا قاعده ومش فاهمه هي الناس بتضحك ليه اصلا، وببص حواليا كاني في فيلم من غير ترجمه. وفي نص الطريق مخي بدا يستوعب اللي انا هببته، واستوعبت الكارثه اللي انا عملتها، وقعدت ازعق لهم في الميكروباص وقلت لهم يا جماعه انا لسه فاهمه اللي حصل، والله كنت اقصد اقوله شكرا. والناس اتشقلبت من الضحك تاني. ومن ساعتها بقيت اول ما انزل الصبح بقى في البوقي بالسوسته وامشي وانا عامله وضع الطيران.